مساء الأنوار والمسرات. والله اليوم عندي جرينات فلفل محشي. قلت علاش ما نشويهمش، خاطر ما كتبش ربي باش نعملهم محشيين. وعندي زادة كعبات جزر. قلت أني علاش ما نخلطش زوز سلايط في سلاطة واحدة نشوف شنو الطعم، مع أني سابق عملت شفت هكا في الانترنت يعملوا مثلا سلطة فلفل مشوي هكا ويشووا له الباذنجان، يحطوه في الفور الحق مشوشي على النار الباذنجان مع سنين الثوم ويخلطوها بعضهم. جربتها الحق بنينة، جربتها أني بنينة، مع أن عائلتي ما عجبتهاش برشا، أما أنا عجبتني خاطر أني نحب كل أنواع الخضر بجميع طرق طبخ نتاعها، سواء كانت مفورة ولا مشوية ولا نية، المهم تكون مفوحة مليح بالقارص وزيت زيتونة، معناها تكون التتبيلة نتاعها بنينة. دونك شفتوني غاديكا شوية جرينات الفلفل وشوية معاهم سن الثوم هكا كبار شوية، وبعد ما ذبلتهم شوية قشرتهم وقعدت نفرم فيهم السكينة العريضة اللي عندي هذيك. خاطر أني ما نحبش السلاطة تبدا ميّهة بصراحة، ديما نقول لكم راني سلاطة نحبها ماذا بيا تبدا محببة هكا. خاطر كي تبدا ميّهة تبدا عبارة على صوص. ريتو مثلًا الفلفل هذايا شُفت هاني عند بعض الشيفان يعملوا هكا يفرموه، ويزيدوه مثلًا شوية هكا البن، يزيدوه شوية مايونيز، يزيدوه جبونات وتولي صوص نتاع مشاوي. تبدا صوص فيها طعم التطحينة نتاع الفلفل المشوي، يعدّوا بها ما نعرفش أنا يعدّوا بها كل ما هو ساندويتشات، يعدّوا بها الكنتاكي، يعدّوا بها أي حاجة مبطنة يعدّوا بها مشوي حصيلو، أعطيتكم هيك فكرة على الطاير. دونك وأني كنت حاطة على النار كعيبات فناريا يفوروا، يتفوروا، باش نعمل سلطة مكحورية كيما متعودة نعملها. أنا جست فوّحت شوية بشوية زيت زيتونة وشوية راس بصل أخضر وسنينات ثوم مفرومين، وزدت هاكا السفناريا المفورة يعني اللي طايبة بعد ما رفستها، وباش نزيد نفوّحها على راس المغرفة ملح، وعلى راس المغرفة فحات، أي فحات تحبوا عليها. أني زدت هني شوية فح ثوم، وزدت على راس المغرفة ريسة عربي وشوية طماطم، فما شكون قال لي أنا ما نعطوش فيها طماطم في جابس. أني جربتها بالطماطم وجربتها من غير طماطم، راه مش بالضرورة إني كي زدتها طماطم معناها تولي ما عادش تولي الهوية نتاعها جبسية ولا أي بلاصة أخرى. فما شكون في جابس يعمل لها طماطم، فما شكون ما يعملهاش. أني جربت الإثنين، أني عجبتني بسنين الطماطم اللي تتزاد خاطر أني نحب الماكلة حامضة شوية ممكن، عجبتني. دونك بعد ما حضّرت سلطة أم كحورية، زدتها الفلفل هذاك المشوي وحرّكته مليح، وخذيت وقتي مليح في التحريك والتخليط باش السفنارية تتمزج مليح مع الفلفل المشوي. وكالفحات اللي موجودة زادة في سلطة أم كحورية. دونك بعد ما اتأكدت إن المكونات الكل تمازجت مع بعضها، زدت فوّحتها بشوية زيت زيتونة، وحطيتها في طبق متاع تقديم، وزينتها من فوق بالتُّن وبالبيض، جات بنينة تشرّح. كان تحبوا نجرب لكم أي أنواع أخرى متاع سلايط ما يسالش أعطوني اقتراحات في les commentaires وأنا نجرب لكم ونعطيكم رأيي بكل صراحة ونقول لكم تنجح والّا ما تنجحش. وصلنا إلى آخر الفيديو، ما بقى لي كان نقول لكم تصبحوا على خير، وتحياتي حبيباتي وإلى اللقاء في فيديو آخر.